السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. الفيديو بإذن الله النهاردة فيديو خفيف جدا جدا، علشان طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا طالعين من اجازة العيد ورمضان، وطبعا كنا بنعمل اكل تقيل جدا جدا، عايزين نريح طبعا المعدة ونعمل اكل مفيد وصحي وكمان طعمه جميل ويعجب الاولاد. زي ما حضراتكم شايفين دي فرخة مشوية بس عاملينها في الاير فراير. شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين مقرمشة ازاي؟ حلوة جدا جدا، من غير بقى اضافة اي بصل ولا طماطم ولا الحاجات اللي هي مسبكة ولا الحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي. طريقتها سهلة جدا جدا وبسيطة، واي حد ممكن يقدر يعملها، حتى الاولاد يعني لو موجودة الاولاد ممكن يتبلوها متبلها تتبيلة خفيفة جدا جدا. زبادي وخل وملح وليمون وكده وبس. ودي طبعا زي ما حضراتكم شايفين سلطة، اللي هي سلطة الرياضيين اللي احنا لسه عاملينها على القناة. دي يا جماعة بتعتبر وجبة كاملة لأي حد، حتى لو رياضي وبيبذل مجهود كبير. شايفين شكلها عامل ازاي وشايفين الألوان بتاعتها عاملة ازاي. وهنا ده كنتالوب برضو لسه طالع جديد وحلو جدا جدا ومسكر جدا جدا. والسعر برضو معقول يعني عن بقية الفواكه التانية. فبرضو جبنا منه، بحيث ان اللي يحب ياكل مع جبنة او اللي يحب ياكل الفراخ الجميلة دي مع السلطة او السلطة لوحدها، هي اكلة خفيفة وفي نفس الوقت مشبعة. وده المخلل بتاعنا اللي يحب ياكل حاجة حادقة. يا ريت يا حبايبي اللي اول مرة يشوفني اشترك في القناة وعلى الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم. تعالوا بينا نشوف بقى عملنا الاكل بتاعنا بتاع النهاردة ازاي. زي ما حضراتكم شايفين ده كنتالوب طلع جديد يا جماعة في السوق. مش قادرة اقول لكم مقدار الروعة اللي هو فيها، رائع ومسكر جدا جدا جدا، وفي كمية الياف، وطبعا بيساعد برضو للناس اللي عايزة تخفف شوية من الاكل. زي الوجبة بتاعتنا النهاردة احنا بنحاول نخلي سعرات حرارية قليلة. وزي ما حضراتكم شايفين برضو عاملين السلطة اللي هي سلطة النباتيين والرياضيين. زي ما حضراتكم عارفين عملتها قبل كده على القناة. بصوا سهلة جدا، طبعا طماطم وذرة حلوة اللي هي الصفرة، وحمص مسلوق. ممكن نسلقه في البيت ونشيله في الفريزر وناخد منه كل شوية كمية او في بيتباع جاهز في علب. وبرضو الذرة بيتباع في علب بره. كنت جبت اكياس متلجة لكن ما عجبتنيش قوي زي اللي بيتباع في العلب. شايفين حضراتكم السلطة عاملة ازاي؟ جميلة جدا جدا ومشبعة. شايفين الالوان اللي فيها خطيرة جدا جدا، ومناسبة للفترة اللي احنا فيها دي. خارجين طبعا من رمضان والعيد، عايزين حاجات خفيفة نرجع بيها للمطبخ بتاعنا بدل الحاجات التقيلة اللي احنا فضلنا نعملها طول رمضان والعيد. فهناخد هدنة كده نعمل حاجات خفيفة. وده مخلل بتاعنا اللي بيحب ياكل المخلل. وزي ما قلت لحضراتكم ده الكنتالوب. هنيجي بقى للحاجة الرئيسية بتاعتنا النهاردة، اللي هي عاملين فرخة مشوية بس عاملينها في الاير فراير برضو علشان تكون خفيفة. تبلتها زي ما حضراتكم كلكم عارفين التتبيلة. ممكن من غير لا بصل ولا توم ولا الحاجات دي كلها،
هو ملح وفلفل وزيت وليمون وكمون وخل، الحاجات دي كلها، وشوية زعتر، اللي يحب يحط بابريكا، كل واحد على حسب الحاجات اللي هو بيحبها. تبلتها وحطيتها في التلاجة لمدة ساعتين، وبعد كده حطيتها في الاير فراير. عايزه اقول لكم بقى معلومه، ناس كتير بيقولوا ان الاير فراير مش بيسوي الفراخ قوي. ليه؟ لان هما بيعملوه بطريقه مش مظبوطه. الاير فراير لازم نسخنه الاول قبل ما نبدا نشتغل فيه. تاني حاجه، بنحط الفراخ على اعلى درجه حراره بعد ما نسخنه ربع ساعه ونحط الفراخ. بنسيبه حوالي مثلا تلت ساعه على اعلى درجه حراره، وبعد كده بنقلبه. الاول بيكون على الظهر، وبعد كده انا قلبته عشان يبقى الوش ده هو اللي فوق، يعني لسه ما خدش اللون بتاعه. انا بوريكم بس الطريقه في الاير فراير. وبعد كده حطيتها زي ما قلت لكم، حطيتها على الظهر، وبعد كده عدلتها على الوش بعد تلت ساعه. ونقلل بقى شويه درجه الحراره ونشغل تاني علشان يكمل السوا وياخد لون. طريقة سهلة جدا جدا، ولا ولعنا الفرن ولا حررنا المكان. وطبعا حضراتكم عارفين ان اليومين دول الجو حر. ممكن نعمل بقى جنب الوجبة دي يا اما شوية رز بسمتي، يا اما رز عادي مع شوية خضار. ده لو حد ما اكتفاش بالوجبة دي. في ناس هتكتفي بالوجبة دي، في ناس هتكتفي بالوجبة السلطة مع الفراخ، وفي ناس هتعمل رز. احنا عندنا رز وعندنا لوبيا، برضو هنكملها مع الوجبة ان شاء الله. يا رب اللي اول مرة يشوفني النهاردة اشترك في القناة، فعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي كلنا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. هنكمل وبعد كده نرجع لحضراتكم مرة تانية ان شاء الله. خليكم معايا. وكده الفراخ بتاعتنا خدت اللون في الاير فراير اهو، زي ما حضراتكم شايفين جميلة ازاي وحلوة ازاي. كده استوت. لو عملنا فيها شوكة مش هتنزل اي سوائل. جميلة جدا جدا، ابقوا جربوها وقولوا لي رأيكم. ودي السلطة بتاعتنا بعد ما حطينا عليها كل المكونات والدريسنج بتاعها، وهي جاهزة كده للتقديم مع الفراخ. وكده وجبة غذائية متكاملة. يا رب تعجبكم. يا ريت الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجب حضراتكم، ويا ريت تشتركوا في القناة. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.